فضيحه ورا فضيحه كانت بتحصل جوه النادي، والموضوع كان كل شويه بيتم ستره وانه خلاص ومش مشكله وعدي وعدي وعدي، لحد ما قدرت توصل لمرحله انه خلاص ما بقاش فيها فكره انك تعدي او تستر يا دولة. بقى كل اللي بيحصل فضيحه ورا فضيحه، حتى المكاسب اللي انت كنت بتداري بيها على فضايحك ما بقتش بتيجي لوحدها. حتى المكاسب اللي انت كنت بتبقى باني بيها، اللي هو يا عم هنغطي على قد ايه المدير الفني ده ملط، او قد ايه مثلا اللعيب ده ما بيعرفش يلعب، او كل ده، كل الحاجات دي ما بقتش قادره ان هي تخبي المصايب اللي انت عملتها من صفقات ومن سوء قرارات اداريه ومن ادارتك الفاشله، من كل حاجه وحشه انت عملتها. المكاسب ما بقتش بتخبيها عشان ما بقتش موجوده اصلا. تخيل اجي لك من 10 سنين واقول لك ان النادي الاهلي هيجي في سنه يكون بينافس فيها على الكاس، ويطلع من فرقه الاتصالات يكون بينافس فيها على افريقيا، ويطلع فيها من اسوأ نسخه للترجي، وبيكون بينافس على الدوري مع الزمالك وبيراميدز، والفرصه تكون في ايديه انه على الاقل يفضل موجود في المنافسه لحد اخر نفس. لكن الاهلي بيفشل في انه يفضل حتى ينافس من اول جولتين.